ريدمي نوت 15 برو بلس، الموبايل اللي تقدر تقول مش ناقصه حاجة وانت مطمن. شاشة قوية قوي، بطارية جبارة بمعنى الكلمة، كاميرا محترمة مع زوم محترم، مواصفات مستحيل تلاقيها في موبايل بالسعر ده دلوقتي، والمعالج بيقدم اداء ثابت قوي. فتعالى من غير مقدمات ورغي كتير نشوف الكلام على ايه. يلا بينا. تعالى نفتح علبة الموبايل، والموبايل جاي معاه في العلبة جراب مش شفاف، ودي حاجة كويسة عشان ما يصفرش بعد فترة، ومعاه الوصلة التايب سي، والمفاجأة بقى راس الشاحن الجبارة بسرعة 90 واط، والمفاجأة الأكبر لما نروح للبطارية وتعرف البطارية بتاعت الموبايل دي عاملة ازاي. تعالى نكمل. تعالى نبدأ بالتصميم، والموبايل هنا واخد شكل مسطح بدل الحواف المنحني، وانا شايف ان الموبايل شكله فخم قوي بصراحة. في ناس ممكن تكون بتعجبها الحواف المنحنية اكتر، بس الموبايل شكله رايق قوي. الموبايل جاي بظهر من البلاستيك، ودي الحاجة اللي ممكن نعلق عليها في التصميم، انك لازم تاخد بالك كويس قوي وتخليه في الجراب دايما. الكاميرات بقى متوزعة في مستطيل مش ضخم قوي، والموبايل تحسه متوازن كده، وبصراحة شكله عجبني قوي. وتعالى بقى فاجئك، وعلى الرغم من ان ده جهاز يعتبر متوسط تقريبا، بس الجهاز مقاوم للمية والغبار بريتنج IP68 و IP69K، ودي مستحيل تلاقيها في الفئة دي في اي موبايل تاني. الموبايل وزنه 220 جرام تقريبا، هو مش خفيف ومش تقيل برضه، وانت ماسكه في ايدك مش هيضايقك اساسا، وسمكه تقريبا 8.9 مللي، بس في المقابل هتحس انك ماسك موبايل متين في ايدك. تعالى بقى نروح للشاشة ونشوف الكلام على ايه. الموبايل جايب شاشة أموليد بحجم 6.83 بوصة بدقة 1.5K. الدقة دي بتدي تفاصيل أكتر من الفول اتش دي بلس اللي متعودين عليه في الفئة المتوسطة، بمعدل تحديث 120 هرتز، وهتشوف سلاسة عالية أوي في التصفح والألعاب. كمان السطوع هنا 3200 نيتس، وده رقم خرافي يخليك تشوف الشاشة بوضوح في عز الشمس. وكمان الشاشة فيها تغطية DCL ب 3 كولر 100% جيمت، يعني ألوان مشبعة وحقيقية سواء في صور أو فيديوهات. والحماية جاية من دراجون كريستال جلاس اللي شاومي بتقول إنها أقوى من جوريلا جلاس، وبصراحة الشاشة ما فيهاش غلطة حرفيا. تعالى بقى نروح للأداء والمعالج، والموبايل جايب معالج سناب دراجون 7 اس جين 4 بمعمارية 4 نانومتر، وبيقولوا إن أداء السي بي يو والجي بي يو وإدارة الطاقة بقت أفضل من الجين 2، والجهاز متركب فيه نظام تبريد فيبور تشامبر حجمه أكبر ب3 مرات من الجيل اللي فات، وده معناه إنك تقدر تلعب ألعاب تقيلة لفترات أطول من غير ما تحس بحرارة الجهاز. والموبايل جايب 12 جيجا رام مع كل النسخ، وطبعا ما اقدرش انسى بابجي، ولما جربنا بابجي على الموبايل شغاله على 60 فريم. المعالج ده يقدر يشغل اللعب على 90 فريم، بس المشكله مش في الموبايل، الشركه نفسها اللي مش بتدعم المعالج، وبكده يكون المعالج هو كمان مفهوش غلطه. وبصراحه شاومي نازله تزعل ناس كتير. تعالى بقى نروح للكاميرا. الموبايل جايب كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل لايت هانتر 800 بمستشعر كبير وعدسة واسعة مع مثبت بصري UIS، وانا شايف ان صور الكاميرا فيها تفاصيل واضحة والوان متوازنة، حتى لو الاضاءة ضعيفة شوية هتاخد اداء كويس برضه. الكاميرا التانية تيليفوتو 50 ميجا بكسل بزوم بصري 2.5 اكس، وده شيء نادر تلاقيه في الفئة دي اساسا، بس كان نفسي يكون فيها مثبت بصري، كانت هتنقل الموبايل في حتة تانية بصراحة. الكاميرا التالتة بقى الترا وايد 8 ميجا بكسل بتديك زاوية واسعة لتصوير المناظر الطبيعية وكده. اما الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل وما فرقتش حاجة عن النسخ اللي فاتت، بتصور الفيديو 1080 60 فريم تقريبا، وجودة الفيديوهات كويسة والصور برضو، وبصراحة الكاميرات هي كمان مفيش تعليق عليها. تعالى بقى نروح للبطارية، وعايزك تفوق معايا عشان البطارية هنا جبارة دي شوية عليه. الموبايل جايب بطارية 7000 ملي أمبير، رقم ضخم قوي ومنشوفوش في الموبايلات فلاج شيب أساسا. البطارية مصممة تتحمل 1600 دورة شحن من غير ما تفقد جزء كبير من كفاءتها، وده معناه إنها تعيش معاك فترة كويسة قوي. الموبايل جاي معاه شحن سريع 90 واط، يعني موبايل هيشحن من 0% ل 100% تقريبا في حوالي 35 دقيقة. وفي كمان شحن عكسي 22.5 واط تقدر تشحن بيه سماعتك أو موبايل تاني، وفعلا البطارية ديت ما نقدرش نقول عليها نص كلمة أساسا. بالنسبة للصوت بقى، فالموبايل جايب سماعات ستيريو حجمها أكبر من النسخ اللي قبل كده وصوتها واضح، وكمان الشركة قالت إنك ممكن تعلي الصوت بنسبة 400%، بس أكيد هتفقد جزء من جودة الصوت، وأكيد الموبايل بيدعم ال 5G. تعالى بقى لسعر الموبايل، واحنا خلاص خلصنا الفيديو ولسه مش مقتنع بالسعر برضه. الموبايل سعره $265 تقريبا للنسخة ال 256، ومن $290 ل 320 للنسخة ال 512، ومتوقع يكون سعر الموبايل في مصر من 13000 ل 15000، وحرفيا الموبايل ده هتكون فلوسه حلال. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي، متنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتكتب لي كومنت حلو زي سلام.